بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده معانا الشيف خالد، وإن شاء الله يعني معانا النهارده كفتة داوود باشا. بص يا عماد، احنا جبنا بطاطس، جزر، فلفل، أي خضرة موجودة عندي بس اسمها طماطم، تمام؟ ممكن شبت وكزبرة، ما عنديش مشكلة. تجيب تفرمهم مع البطاطس، تمام؟ وتعصرهم جامد، تفرمهم في المفرمة، تمام؟ على وش ناعم، تمام؟ وتعصرهم جامد. بعد ما تعصرهم جامد بتجيب اللحمه اللي احنا كنا متبلينها بتاعت الكفته، شوفها بالفيديو اللي فات، تمام؟ بنقلبهم احنا على بعض زي ما انت شايف كده. بص، قلبناهم على بعض بس بعد ما عصرنا، اللي بعد ما فرمناهم وعصرناهم كويس، تمام؟ قلبناهم على بعض. نرجع احنا نحط ايه؟ البقسماط او سميد بسبوسه سايب، تمام؟ سميد بسبوسه، سميد الطريقه بتاعت البسبوسه. ونقلب، تمام؟ بعد ما بنقلب كويس بقى، احنا كده كده حاطين الكفته بهارات، فبنزود حاجات بسيطه، شويه فلفل اسمر، شويه ملح صغيرين بس، او احنا ممكن ما نزودهمش ونحطهم في الصلصه بتاع الداوود. نعمل تسبيكه للصلصه وبتبقى بصل، ونحط الطماطم في الخلاط، طماطم مفرومه في الخلاط، تمام؟ ونسيبها تتسبك، وبعد ما تتسبك نحطها البهارات بتاعتها، تمام؟ ممكن بقى مثلا لو هي ناقصه مثلا شويه فلفل اسمر بنحطهم فين؟ التسبيكه. ناقصهم شويه ملح بتاع بنحطهم فين؟ في التسبيكه. بترجع ايه؟ تاخد غلوه بعضها وبتعوضها اللي ناقصها، واخد بالك؟ هنا بعد ما حطينا هنحط شويه كمان بقسماط او سميد بسبوسه، تمام؟ برضه احنا ما نزودش عشان ما تنشفش، هنيجي نحمرها في الزيت ما تبقاش ناشفه قوي. السميد طبعا هيحمرها كده كده، يبقى لون زياده طبيعي، بيدي لها لون البسبوسه كده، تحمر في الزيت عشان يبقى لون غامق شويه. وبنرجع احنا نفرمها بقى فين؟ في المفرمه تاني، هتشوفها دلوقتي. يعني بعد الخلطه دي بترجع تتفرم تاني؟ بتاخد وش تاني بقى. ممكن مثلا ما عندوش مفرمه في البيت، تمام؟ بيفرم الحاجه دي مثلا في مفرمه او في كبه ناعمه قوي، او بعصرها جامد. مثلا اللحمه تكون مفرومه بس هتبقى خشنه معاه شويه، فانا بفضل ان هي مثلا تتفرم مره واحده عشان تتعصر، مره تفرم مره ثانيه عشان تنسجم مع بعضها. ما تيجي مثلا تصبع او تيجي تحمرها في الزيت ما تفكش منك، ما تفتحش. نفرمها بقى تاني، خليكم معايا. احنا والبصل، وبعد ما عصرنا البصل والبطاطس والخضره وصفناها وحطيناها مع اللحمه وقلبنا وحطينا البقسماط بتاعنا الكافي، هنفرم دلوقتي الوش التاني. طبعا لازم تكون ناعمه يا شيخ. لما تكون ناعمه تمسك تخب ضربطه، لما تيجي تحمرها في الزيت ما تفكش منها. وفي نفس الوقت ده بيرجع برضه اللي بيصبح يكون بيصبح بضمير يكون بيصبح بضمير، بحيث ان هو حته الصابع يكون كويس، ما يكونش في حتت مفتحه ماسك بعضه. الله ينور عليك، سايب من بعضه. الله ينور عليك. حط الشجره ودخلها جوه. ازاي؟ بحيث ان انا لما اجي اصبحها ما تبقاش خشنه، واخدين بالكم؟ شوف قوامها كده كويس، فاهمني؟ كده جميل. ده القوام المناسب بتاعي، تبقى ناعمه يعني لما تحط لها السميد والحاجات ديت كده خلاص بقى. الله ينور عليك. كده بقى خلاص، كده بقى ما عادش تحمر، تنزل في الزيت. بعد ما تنزل في الزيت يعني بس كده تتلف، تتكور تكور صغيره كده، وبعد كده تتحط في الزيت تتقلي، وبعد كده ان شاء الله في تكمله المرحله بتاعتها ان شاء الله. احنا مع بعض ان شاء الله. طبعا كده الداوود باشا بعد ما تكور واتحطت في الثلاجه شويه ومسكت نفسها، هنبدا نحطها في الزيت المغلي. طبعا الزيت مقدوح زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نحط في داوود باشا عشان خاطر ان احنا نقليها في الزيت. طبعا اهم حاجه لازم يكون الزيت مغلي، ما ينفعش ان هو يبقى زيت بارد، عشان طبعا لو زيت بارد هتفك وهتتبهدل مع التقليب وكده، لكن هي بتاخد الصدمه بتاعه الزيت وتمسك نفسها، لان طبعا فيها سميد. السميد بتاع البسبوسه السايب او البقسماط بيخليها تمسك نفسها وتنشف زي ما انتم شايفين كده.
اهم حاجه ان هي ما تطلعش غير ما تاخد اللون بتاعها بيبقى غامق شويه، عشان طبعا ده يعتبر السوا بتاعها الاصلي. ده سوا كفتة الداوود باشا، دي آليتها في الزيت المفروض ده السوا بتاعها بنسبة 99%. طبعا هي بعد كده لما بتطلع من الزيت بتبدأ إن هي تتحط في الصلصة اللي هي المسبكة، صلصة عادية خالص اللي هي بتبقى طماطم ومضروبة في الخلاط مع بصل وكلام زي كده، وصلصة مسبكة. وطبعا هي واخدة التوابل بتاعتها، واخدة الفلفل الأسود بتاع الكفتة، واخدة الملح، واخدة طبعا البقسماط، وعليها برضه بصل، وعليها بطاطس وكلام من ده معصور أو مضروب في الماكينة أو في الكبة أو متعصر من المية بتاعته، لأن المية بتاعته عشان ما تفتحش الداوود باشا أثناء الآلية في الزيت. طبعا هي كده بسم الله ما شاء الله بدأت تاخد اللون بتاعها والسوا بتاعها شايفين كده، وريحته اهيت. وبعد ما بتطلع ان شاء الله هنبدأ نحطها في الصلصة، تاخد لها ما تكترش يعني في الصلصة، تاخد لها حوالي 10 دقايق ربع ساعة بتغلي في الصلصة. طبعا حضراتكم شايفين كده شكلها اهيت ما تاخدش، وبسم الله ما شاء الله ناشفة وماسكة نفسها زي ما انتم شايفين كده. طبعا السميد مسكها ببعضها ومسكها زي ما انتم شايفين كده، وعطرها اللون اللي هو احنا بغمقها شوية عشان ده هتاخد السوا الأصلي بتاعها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش اللايك والشير الجميل بتاعكم، وشوفنا أول مرة ما تنساش تفعل الجرس عشان توصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.